ازيكم يا بنات؟ انا رجعت لكم تاني في الفيديو الثالث. ده في الفيديو هقول لكم عن ايه هي البيزكس للميك اب اللي احنا ممكن نحطه في الصيف الصبح واحنا رايحين البحر واحنا رايحين نقعد على البول، رايحين نقعد على البيتش. حاجات بسيطة، مش لازم تبقي اوفر. مش هينفع ابدا ان انتي وانتي مثلا رايحة تقعدي على البيتش تحطي فول ميك اب، بيبقى اوفر قوي ويعني بتأذي بشرتك زيادة عن اللزوم. كمان مع الحاجات دي مع الشمس بتتفاعل معاها وممكن تعملك اضرار كتير جدا في البشرة. فانا هقولك على حاجات بسيطة قوي ممكن تستخدميها بحيث ان هي تدي حيوية لو انتي متعودة ان انتي على طول تحطي ميك اب وفي نفس الوقت ما تأذيش بشرتك يعني. اوكي، اول حاجة طبعا اول ما بتصحي من النوم انا قلتلك لازم تحطي تونر او مية ورد او تلجة بس علشان نقفل المسام بتاعتنا. بعد كده هنجيب اي كريم، اي برايمر. انا بستخدم البرايمر ده من اوريفليم، ده كريم فيتامين اي. في اس بي اف 8، يعني حماية شوية من الشمس، حلو جدا. انا بستخدمه علشان لما بحط فاونديشن بفتح بيه الفاونديشن شوية، وفي نفس الوقت بيسهلي الدمج بتاع اي فاونديشن موجود عندي حتى لو كان ستيك، وفي نفس الوقت بيرطب بشرتي. وكمان خدت بالي ان انا مع الوقت مع استخدام بيبيض البشرة، فبجد عجبني قوي وقلت اقول لكم عليه عشان تجربوه، حلو قوي في الصيف. اوكي، اسمه اسينشال من اوريفليم. تاني حاجة انا بستخدمها وبجد لا غنى عنها بالنسبة لي في فصل الصيف الصبح في الميك اب بتاع الصبح، حتى لو انا رايحة البحر وحتى لو انا هحط سان بلوك، هو البيبي كريم بجد يا جماعة البيبي كريم ده بجد اكتر من رائع. ده من فلورمور، الاس بي اف بتاعه 30، وبيعمل كوركشن وبيعمل كونسيلينج، والكافر بتاعه حلو وبيحميه من الشمس. هو بس في عيب واحد ان هو زي ما قلت لكم لازم تحطوا معاه كريم عشان يسهل دمجه شويه عشان هو تقيل شويه. بس بجد تحفه، الوانه بجد رائعه. بيخلي وشك كده حيوي، ما تحسيش ان انتي حاطه ميك اب وفي نفس الوقت تحسي ان انتي بجد عامل كفر، يعني مش بيبين الهالات السوداء، مش بيبين لو في اي بقع، وبيدي لوك حلو قوي واضاءة لطيف، في لايتنينج كده، يعني في زي الساتن، فبجد رائع. انا مش فاكره السعر بالظبط، بس هو كان في حدود 130 او 140 رينج بس هو كبير هيقعد معاكي يعني فتره طويله. وعجبني فيه ان هو كمان زي المعجون كده محكم الغلق، ومش مش في ازازه، مش تقيل. فانتي ممكن تاخديه هيبقى حلو قوي وانتي مسافره، مش هياخد مكان كتير. وفي نفس الوقت ممكن لو انتي ما عندكيش سان بلوك او نسيتيه تيجي تحطيه، هو هيقوم مكان السان بلوك لان هو فيه اس بي اف 30. وبجد بيعمل توحيد للون البشره حلو جدا وحلو قوي قوي للصيف، يعني حلو قوي بجد ان هو انتي رايحه البحر فانتي مش محتاجه ان انتي تحطي فاونديشن كفر عالي. انتي جاست بس محتاجه ان انتي تحطي بي بي كريم او سي سي كريم جاست بس علشان يوحد لك لون بشرتك ويديكي حيويه. فانصح اي بنوته بتحب الميك اب وهي رايحه البحر ان هي تحط البي بي كريم ده، بجد حلو جدا. وكمان واتر بروف، يعني لما تنزلي الميه مش هيروح، فحلو قوي. تمام. تاني حاجة للناس اللي هي عندها هالات سودا، ده كونسيلر، بس يعني مش كونسيلر، مش بيدي كفر ومش عالي. هو حاجة لايت، حاجة للصيف بس يعني وانتي نازلة الصبح. ده من ايفن. تمام، شكله عامل كده، انا مش عارفه بصراحة، هو ملوش اسم يعني. تمام. حلو قوي لطيف. هو طبعا مش بيدي كفر عالي يعني، بس اوكي، يعني بيقلل شويه من السواد اللي حوالين العين لان هو قالب على اورنج شويه فبيوحد لون البشره، فلطيف يعني مع البي بي كريم بيبقى حلو يعني. اوكي، وبرده وزنه خفيف زي ما انتم شايفين، يعني اللي عجبني فيه ان هو حجمه خفيف ومش كبير، فحلو قوي احطه في شنطه الميك اب وانا مسافره، لطيف يعني. اوكي، بعد كده هتكلم على ده الفاونديشن بقى لو نازله بالليل، لو انا برضو مسافره مش محتاجه ان انا احط فاونديشن الكفر بتاعه عالي قوي. فده لطيف، ده من ميبلين، ده الدريم ساتن ليكويد، الكفر بتاعه حلو. بس هتبقي محتاجه لو انت عندك حبوب ان انت تحطي طبقتين منه، بس هو بجد لطيف جدا وبيدي لمعه حلوه قوي في البشره. وسعره كمان يعتبر من الدراج ستورز، سعره مش غالي. انا كنت جايباه ب110 او 115،
فلطيف والوانه حلوه، درجاته عجبتني. في ناس كتير كانت بتقولي ان هي درجاته مش حلوه، ممكن دي بتختلف من بشره للتانية، بس انا بالنسبه لي هو بيرفكت يعني، ككفر ميديوم بالنسبه للخروج بالليل في الصيف. اوكي، هنيجي بعد كده بالنسبه للباودر. انا ما بحطش باودر صراحه وانا رايحه البحر ابدا. ممكن لو انا حسيت ان انا بشرتي دهنيه قوي او فيها مسامي مفتوحه زياده، كل اللي انا بعمله ان انا بجيب الجونسون باودر وبالفرشه بتاعه البلاشر وبقوم مطبطبه بس كده على خفيف خالص على وشي كله، بحيث ان هي تمتص الدهون بتاعه الوش وفي نفس الوقت ما تدينيش اللوك اللي هو الاويلي اللي بيبقى موجود عند الناس اللي بشرتهم دهنيه. غير كده انا ما بحطش باودر وانا رايحه وانا خارجه الصبح يعني في الصيف. بالنسبه للبلاشر، انا طبعا انتوا هتستغربوا انا ليه بستخدم بلاشر في لايتنج في الصيف. انا عن نفسي بحب البلاشر اللي فيه هايلايتر. ده ايه ده؟ اسمه ده التراكوتا بلاشر، ده مشهور جدا من فلورمار. بجد يا جماعه الماتيريال بتاعته حلوه جدا وبيقعد فتره طويله ويعتبر سعره مش غالي. انا هفتحه لكم، والوانه حلوه جدا، في الوان منه على برونز وفي الوان منه على بينك. ده اللون اللي على بينك زي ما انتم شايفين كده، لونه بجد حلو جدا، والباكج بتاعه كمان حلو، خفيفه يعني علبته خفيفه مش تقيله. والبرونز بتاعه فيه لون تاني برونز بجد اكتر من رائع للناس اللي بتحب تعمل برونز بالهايلايتر. زي ما انتم شايفين بيليق على اي حاجه، وجاست بلاش منه بس يعني بالفرشه واحده الصبح على الخدود عن طريق في الاماكن اللي احنا بنعمل بيها كونتورينج. بجد بيبقى تحفه وبيدي اضاءه حلوه جدا، وكمان بيبقى في الصور رائع، بيديكي اضاءه حيويه وفي نفس الوقت ما تحسيش ان انتي باريلي يعني وانتي حاطه البيبي كريم بس. فلطيف قوي. ده انا كنت جايباه ب85 على ما افتكر يعني. بيقعد كتير جدا وعجبني قوي الباكج بتاعه ان هو يبقى باين ايه اللي موجود. يعني انا بتضايق قوي من الناس اللي بتعمل البلاشر ومن غير ما يبان ايه اللون. طبعا هتضطري ان انتي تفتحي البلاشرز اللي عندك عشان تعرفي. فاللطيف اللي فيه ان انتي من غير ما تفتحيه هتبقي عارفه انتي بتستخدمي انه لون. وبجد الهايلايتر اللي فيه تحفه، يعني متستغربوش، ممكن تستخدميه الصبح عادي جدا. مش معنى ان هو فيه هايلايتر يبقى انتي هتستخدميه بالليل بس، لا، بيستخدم الصبح ويستخدم بالليل. بجد اكتر من رائع ومش اوفر يعني، مش اللي هو الالوان اللي اوفر في البلاشر يعني. تمام. تاني حاجة هي ده. طبعا انا مش هحط كحل الصبح ولا نازله ولا احط ايلاينر ولا الكلام دوت، لان انا نازله البحر يعني او هقعد الصبح، فمش محتاجه ان انا احط الحاجات دي. بس اتليست هحط ماسكرا علشان برضو الصور يبقى الشكل حلو في الصور، وفي نفس الوقت يبقى في حيويه يعني. دي من ايفون، دي برضو ماسكارا مش غاليه قوي، اسمها سوبر شوك. دي ميزتها ان هي واتر بروف، فحلوه لما بنزل بيها الميه مش بتلحقس يعني وبتعمل منظر مش حلو. فلطيفه قوي بالنسبه للميك اب الصبح في الصيف. نيجي بقى لاخر حاجه انا بحطها، وهي انا شايفه ان هي اهم حاجه في الصيف. يعني انت ممكن ما تحطيش كل اللي انا قلت عليه دوت وتحطي جاست فقط لا غير البلاشر اللي هو ده مع اي ليب جلوس او تحطي اي روج. انا هقول لكم على الحاجات اللي انا حاسه ان هي حلوه قوي للصيف يعني ترتيب. اول حاجه هما دول الليب جلوس اللي من فلورمار. اولا حلوين جدا، ثباتهم هنقول ميديم يعني، برضو يعني اكلتي او شربتي هيروح شويه. الوانهم بجد رائعه وطعمهم حلو قوي، حلو قوي تمام قوي يعني. تمام. ده اول لون. ده اللون اللي هو الموف. ثانيه واحده، اطلع اطلع اطلع، مش عايز يطلع اهو. لونه حلو جدا الحمد لله. زي ما انتم شايفين لونه موف، موف على بينك كده، درجته تحفه اهو زي ما انتم شايفين. الدرجه دي اصلا موضه جدا في الصيف، بتبقى لطيفه على البيتش الصبح، مع في التصوير بتبقى اكتر من رائعه. لما تلبسي نظاره شمس مع يعني هتبقى حلوه قوي، لابسه ابيض كده اللون ده بيبقى اكتر من رائع. طبعا اعذروني عشان انا بصور بايد واحده. تاني حاجه هو ده اللون على بينك شويه، لون فاتح للناس اللي ما بتحبش الحاجات الاوفر.
درجته كام؟ درجته L422. تمام، حلو جدا برضو. ونسيت اقول لكم على درجة ده. ده درجته ب ثانية واحدة L414. L414. تمام، حلو قوي. انا مش فاكره اسعارهم بالظبط، بس هم ما كانوش غاليين، حلوين جدا بالنسبه للصيف، وانصح بيهم اي بنوته بتحب اللاب كلاس ان هي تجرب الجلوسات دي اللي من فلورمار، اسمها لونج ويرينج لاب كلاس. تمام، هنيجي بعد كده عن اكتر 4 الوان انا شايفه ان هم حلوين قوي بالنسبه للصيف. انا عن نفسي ممكن هيبقى في ناس ممكن تختلف معايا، انا بحب الالوان اللي على بينك او فوشيا، فعشان كده انا شايفه ان هي انسب حاجه بالنسبه للصيف يعني. دي اول درجه زي ما انتم شايفين، فوشيا فوشيا يعني. تمام، دي بي 316. طبعا الدرجه دي معروفه قوي في اوريفليم، قصدي سوري في فلورمار. حتى شكل الروج حلو قوي، يعني التاج بتاعه حلو كده، خفيف مش تقيل، لطيف قوي. تمام، لونه بجد حلو قوي، وثباته تحفه، ثباته حلو قوي على فكره، مع ان هو مش غالي خالص، يعني كان ب45 جنيه، يعني مش غالي خالص. بس بجد انا اللون دوت على طول لازم يكون عندي، كل ما بيخلص بجيب واحد تاني، لان هو فعلا بجد درجته حلوه قوي 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 يعني. اوكي، نيجي اللون اللي هو الشبهه شويه بس اقوى. ده ممكن يستخدم بالليل او الصبح، لان هو قوي قوي طبعا زي ما انتم شايفين، هو خلص يعني. فوشيا 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 يعني، بصوا، جميل 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 قوي. طبعا هو خلص وملحوس وايه، حاجه جميله، بس انا يعني ايه، هروح اجيب واحد تاني يعني. ده برضو من مابيلين. اوكي، ده درجته 902، اسمه فوشيا فلاش من كالر سنسيشن. تمام، ده الباكينج شكله عامل كده، ثباته على فكره حلو جدا، يعني عشان في انواع تانية من مابلين ثباتها اقل شويه، اللي هي بيبقى فيها ليب بول، لكن بجد اللي هو 902 ده من كلر سنسيشنال ثباته تحفه، يعني انتي لو حطيتيه وكلتي وشربتي عليه لا هيفضل معاكي مده يعني. ده كان سعره حاجه و70 جنيه، انا مش فاكره بالظبط، بس كان في رينج ده، ولونه حلو قوي للسيفين، زي ما انتم شايفين اللون الباكينج ده، هو بالظبط ده اللون اللي بيبقى على الشفايف، حلو جدا، وانصحكم حلو قوي ان انتوا تجربوه للصيف. نيجي بعد كده للالوان اللي هي على بطيخ شويه، دوت من ميبلين برضو. اوكي، ادي الدرجه اهي، لطيفه مش اوفر للالوان للدرجات، لو انت بقى لابسه على الاورنج شويه او كحلي مثلا، او انت ما بتحبيش البينكات. دوت اسمه مابلين كالر شو، اسمه بينك اليشس، درجته 105. بينك اليشس درجته 105. ده الباكنج بتاعه عامل كده، انا مش فاكره سعره، بس هو كان برضو في حدود 65 او 55 حاجه كده يعني. الباكنج بتاعه حلو قوي، عجبني تقفيلته لطيف، ودايما على طول باخده معايا البحر، لان هو فعلا بجد كريمي. دوت بقى فيه ليب بالم شويه، فثباته مش زي التاني، مش زي ده، مش زي ال 902، مش زي الكالر سنسيشنال، بس انا بحب فيه ان هو فيه ليب بالم شويه وكريمي شويه، فبيبقى حلو قوي في الصيف، علشان طبعا زي ما انتوا عارفين ان الشمس، ان الشفايف بتبقى جافه، فلطيف قوي للصيف يعني. اخر حاجه اكلمكم عنها هو دوت، انا لسه مشترياه الشهر ده، ده من ايفون. انا قلت اجرب لكم يعني شركات تانية بحيث ان احنا نعرف الفرق في الالوان. ده درجته بيور بينك، طبعا انا توقعت ان هو هيبقى بينك الفاتح اللي هو زي بتاع ميبلين، بس هو لقيته درجة تانية، بس بجد يا جماعة درجته حلوة جدا زي ما انتم شايفين اهو، درجته على نيوت شوية، حلوة قوي، مات، مفهوش اي جلاس، مفهوش اي شامرينج، مفهوش اي ليبون، هو كريم سنة بسيطة، ثباته ميديم، لونه بجد رائع، انا شايفة it is perfect، ده بيليق على اي حاجة، وحلو قوي في الصيف، بجد جميل قوي. وانا كنت جايباه على فكرة، كان نازل عليه عرض، كان ب45 جنيه، فده ما يعتبر ولا حاجة. وزي ما انتم شايفين اهو، ده بيبقى حجمه، والباكج بتاعه لطيف قوي. اقول لكم تاني درجته، وزي ما انتم شايفين عجبني قوي بقى في الباكج بتاعه ايه، هو اولا شكله حلو،
ودرجته مكتوبه هول بيور بينك. تمام. عجبني ان هما عاملين فتحه ان هو عشان تشوفي لون الروج، فانتي مش هتضطري ان انتي تقعدي تفتحي الارواج عشان تعرفي يعني لونها ايه. فحلو جدا يا جماعه. اوكي، انا كده خلصت الفيديو دوت، واستنوني في الفيديو اللي جاي هقول لكم ايه هي اخر موضه في الاكسسوارز اللي هي بنلبسها في فصل الصيف. وان شاء الله هيبقى فيديو حلو جدا وهيعجبكم. ضيفوني واعملوا لي سبسكرايب على القناه، وكمان ضيفوني على السناب شات مليكة الشربيني. انا هنعملها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس، هو نفس اسم القناه. وهستنوني بجد على سناب شات، هعمل لكم حاجات حلوه كتير. باي باي.